مشكلة أغلب الناس أحيانًا بيبقى قدّامهم غريق، بدل ما يفكّروا إزاي ينقذوه بيعلّموه العوم، ودي أكبر غلطة ممكن أي حد فينا يعملها، لإنه مش وقتها خالص. واحد جاي لك الدنيا قافلة في وشه ومش طايق نَفْسه وواقع في مشاكل كبيرة وجابت ضرافها، نروح نعمل إيه بقى؟ أنت السبب، أنت الغلطان، حد قال لك امشي في الطريق ده، حد قال لك اعمل إيه، ودي الكارثة اللي ممكن تخلّي الشخص ده يعمل حاجة من 2، يا ينفجر في وشّنا، يا ما يجيلكش أصلًا لو عنده أزمة تانية. الصح إنّك تاخد الشخص ده تبدأ تنقذه، حتى لو مش في إيدك الحل، ابدأ طبطب عليه، خُده في حضنك، فكّر معاه بصوت عالي، ممكن توصل معاه لحل، طمّنه بكلمتين، قُل له سهلة، الدنيا هتمشي، بس خلّينا ناخد الموضوع من الأول وممكن نوصل لإيه إزاي، بدل ما تبدأ تجلده في وقت هو أصلًا بيجلد فيه نَفْسه، لوقوعه في المشكلة وحاسس بالندم. فلازم نعرف إزاي نتعامل مع الأشخاص والناس اللي حوالينا، ويا سلام كمان لو استخدمنا ده في تربيتنا الأطفال، لو عملنا الطريقة دي معاهم إننا نعلمهم العوم في وقت جايين يشتكوا لنا من حاجة معينة، هيقفلوا مننا، ولو حصل معاهم أي مشكلة بعد كده عمرهم ما هيقولوا لنا. فنصيحتي ليك اوعى تجلد حد جاي لك علشان تطبطب عليه. سلام.